هل ممكن شخص عادي ينقب على الذهب ويلاقيه؟ وازاي اصلا بيتم استخراج الذهب؟ البحر الاحمر والصحراء الشرقيه بتعتبر اماكن هنا في مصر موجود فيها الذهب من ايام الفراعنه. استخراج الذهب بشكل عام بيكون عن طريق اجهزه بتكشف اذا كان في معادن في الصخور ديت ولا لا. الجهاز اللي كان بيتم استخدامه اصلا في البدايه للبحث عن الالغام. بعد كده بتتكسر الحجاره اللي بتحتوي على نسبه من الذهب، وبعد كده بتروح على كسارات بتطحنها حرفيا علشان بعد كده تتصفى المعادن عن الشوائب باستخدام الميه اللي بيكون فيها زئبق، واللي سبب استخدامه انه بيختلط بالذهب علشان بعد كده يتفصل الذهب عن الزئبق باستخدام القماشه. يبداوا يصهروا الذهب اللي هو عباره عن جرامات قليله جدا واللي بتطلع من اطنان من الصخور. البعض ممكن يفكر ان الذهب بيستخرج زي الفحم بالاطنان، لكن الحقيقه غير كده خالص. في المعتاد طن الصخور بيطلع من 2 ل 3 جرام ذهب، اما في افضل الحالات فبيطلع من 8 ل 10 جرام ذهب. لكن خلي بالك احنا هنا بنتكلم عن الطرق البدائيه اللي بيستخدمها ناس مع نفسهم، مش الشركات الضخمه اللي بتستخدم معدات حديثه ومتطوره بتطلع انتاجيات ضخمه جدا. لكن خلي بالك عمليات البحث والتنقيب عن الذهب بشكل فردي في مصر بتعتبر جريمه، لكن في بعض الدول اللي بتسمح بتنقيب الاشخاص عن الذهب واللي موجود في مصر في مناطق البحر الاحمر وخاصه المثلث الذهبي. التنقيب واللي مفترض بيتم عن طريق شركات رسميه واشهرهم منجم السكري طبعا. الدهابه وده اللفظ اللي بيطلق على الاشخاص اللي شغالين في التنقيب على الذهب بشكل فردي، واللي اول حاجه بيعملوها هي ششنه علشان يكشفوا على الاماكن اللي كان شغال فيها العنج اللي كانوا شغالين مع الفراعنه او الرومان في عمليه التنقيب عن الذهب. الوصول للاماكن دي طبعا بيسهل عليهم كتير، لانهم بيقدروا يستخدموا الرمل او التراب اللي متبقي مكان الناس ديت ما كانت بتنقب من زمان، يقدروا ان هم يحددوا نسبه الذهب اللي موجوده فيها، بالتالي يحددوا اذا كانت الاماكن دي تستحق ان هم يشتغلوا فيها ولا لا. الحجاره واللي بعد ما بيكسروها بالطرق المختلفه بتتنقل بعربيات لحد الطواحين ديت، واللي بتقعد شغاله 12 ساعه تطحن الحجاره ديت حرفيا. الحجاره اللي زي ما قلنا بتكون بتطحن في قلب الميه اللي مختلط بيها الزئبق، اللي مهمته طبعا ان يختلط بالذهب علشان بعد كده ياخدوا اخر شويه موجودين في القاع، ويبداوا بعد كده يفصلوا الذهب عن الزئبق، الذهب اللي بعد كده هيتصهر ويبدا بعد كده يتباع. مصر بتمتلك 125 منجم بشكل رسمي موجودين في منطقه البحر الاحمر، ويمكن اشهرهم منجم السكري ومنجم حمش.